مشكلتات الزوينات الكتكوتات الفنانات. عارفة سموحة دبرت عليكم. أول سبب كنت مريضة، ثاني سبب جلست لهم واحد القصة لا مولاتي تحمقكم أتعوضوا 100 مرة. آه. واللي عند أختي شي شقة أطلق القصة، واللي باغت ناس تطلق القصة، واللي عند حفظة تطلق القصة، ويلا وجيش ديال الشكليتات. يلا تسمع معي القصة، ويلا بداو. بالبلد يا بلد الوطن العزيز، سويسرا يا سويسرا. البطل ديالنا اللي تتسمى زيادة وخلق. الأم ديالو من سويسرا والأب ديالو من سويسرا وتا هو من سويسرا. والزين ديالو ماشي طبيعي يا سادة، جماله لا يقاوم. جميع الفتيات تحت أنظاره، وتا البنات ما كيقيلوش ديما تيعجبها فيه. كان جالس فواحد إحدى القهاوي ديال سويسرا اللي كان لابس تريكو باللون الأسود وسروال باللون الأزرق ولم يديروا لي زرق، ومطلع شعره بمشطة رجولية، اللحية ديالتو اللي مقادها مطراسية وخفيفة يا اختي، واللون ديال البشرة ديالتو بايض اختي هكا. حيتاش الرجال او الاولاد ديال سويسرا كيتميزوا باللون الابيض، والفم ديالهم ما كبير ما صغير متوسط، واللون ديالو الوردي يا اختي، الطورة ديالتو، الجريدة ديالتو، الوقفة ديالتو، تحنحينتو. جميع البنات كيشوفوها كيدوخوا تبارك الرحمن ما شاء الله. ما تقولوش لينا. كان في احدى القهاوي ديال سويسرا كان يشوف واحد المنظر وكيتامل فيه، يقول الله المنظر زوين، ما كرهتش نبقى هنا، ولكن ضروري خاصني نرجع للمغرب. ولكن كتقول الام ديالو علاش غتمشي ولدي المغرب، اش باغي فيه؟ نشوف جدي. ولدي بقى معنا فيك بعد محاولات طبيعة الحال يبقى في سويسرا. جدي رئيس يسول في التليفون طبيعة الحال باغي يشوفه، ولكن عنده مباش خليه هو الاب ديالو. المهم اوريكم المنظر. تتمنى متشوقين تشوف المنظر اللي كيشوفوا اسير البطل ديال سميتو اسير باش تعرفوا. كنوريكم دابا باش تشوفوه وتخيلوا معايا. اللي كان كيشوفوا اسير جبال وبحر ورود واشجار ورود باللون الاحمر، منظر لا يقاوم يا ساده. كيشوف كان ما كرهتش والله ما كرهت النقا، ولكن الام ديالو ما خلاتوش يمشي المغرب يشوف جدو. المهم بنات رجع خدمته حيتاش كان مشغول طبيعة الحال، حيتاش ديك القهوة اللي كان فيها هو ديالو طبيعة الحال بينما نشوف الجهة الثانية. بينما في الجهة الثانية البطلة اللي كانت كتدوي مع الجد ديالها قال لها بنتي اجي بلاتي جدو نكمل هاد الورود زوين عجبوني في الفيرما. عجبوك؟ المرة جاي نديرو ورود حمراء. جدو زين ديرهم جميع الالوان زوينة درهم في الفيرما. يلا بنتي صافي دابا الوقت شويه يهبط. كيفاش وقتها شويه يهبط؟ تولي العشيه والليل. جدو يلا ندخلوا للدار بنتي، يلا بينا تغسلي يدك وتزوجي وتلبسي صافي. واخا جدو واخا. مشات البطلة ديالنا المثال ونبصوا طبيعة الحال باش كانت كاينة، حيتاش هي دغيا كتعصم. الشعر ديالها اللي حريري واللي طويل ما شاء الله تبارك الرحمن، والعويناتها خضر حيتاش هي كتشبه الام ديالها الله يرحمها، وحيتاش عتسمع الام ديالها والاب ديالها خليو تنبداو تعرفوا حاجه بحاجه. كي قلت لكم هيا اللي ما طويله ما قصيره، شعرها اللي طويل وعيناتها اللي خضر
والعيونات ديالها ما كبيرين ما صغار، والوجه ديالها لابيض، والفم ديالها كالفريزة يا اختي تاكليه. صافي هادشي اللي كاين. هي الجمال ديالها بسيط، ماشي هذاك الجمال اللي كيكون كتبرز وكتشوف الملامح كلها مبروزة والشوفة ديالها كتكون حتى هي كتعطي العين، فهمتوا؟ المهم دخلت البطلة ديالنا، واخا شدو غنمشي نسالي ونهبط نطلب لي ماكلة، واخا بنتي العزيزة واخا. المهم باش تعرفوا هي اللي ساكنة مع الجد ديالها فلاش باك الماضي ديال آية، الأم ديالها والأب ديالها اللي ماتوا، ولكن ماشي موتة عادية، حيتاش الأم ديالها كانت إنسانة كإنس، ولكن الأب ديالها اللي كان جن. يس. المهم موت آية اللي بغاها الأب ديالها نقدرو نسميو علي اللي بغا الأم ديال آية اللي سميتها قمر. كانوا كيبغيو بعضياتهم، ولكن في العالم الجن ضروري خاصو يقول لهم بانه ديك السيده اللي غيتزوج بها خاص ياخذ الموافقه، ولكن هو ما دارش فيها ما يليق. يس. بقاو كيفكروا قالوا اش نديرو ما نديرو، نمشيو نهربوا، ولكن كي كنقولوا بالعربيه لم نتوقع يا ساده بالحسبان الدوم في عالم موازي ما كاين لا في الانس ولا في الجن، فهمتوا؟ عالم خارج تماك فين طردوهم، حيتاش ما خدوش الموافقه وما قال لهم والو، ما تشاورش مع الاهل ديالو، حيتاش باش تعرفوا الاب ديال الآية ماشي انسان عادي، فهمتوا يا ساده؟ آية نصها انس ونصها جن، فهمتوا؟ نكملوا. دخلت آية طبيعة الحال ومشات كدوش ولبست البيسة باللون الأحمر، غنوريها لكم طبيعة الحال باش تشوقوا. لبست آية هاد الكسوة بأنه ما طويلة ما قصيرة فواحد الجنب المحلول اليد ديالها. المهم وشعرتها بغيتو بحال هاد الشكل اللي وريتكم، مشات الصورة تسمعوا ليا. المهم لبساتها ولبست الطالون وهبطات جدو شو كي جيت أميرة ما شاء الله. المهم جدو صبتي ماكلة، صبتها، بينما اللي كانوا ماكلة اوكي ضحكوا. قالت لي جدو بغيت نسولك فين يا ماما وبابا؟ خكيت نهد. قال لها مع الوقت دابا تعرفي بنتي. صافي يا جدو ما تقلقش من حيت ذبلت، لا ما تقلقش الزين ديالي. بينما في الجهه الثانيه لآسيا اللي عنده جوج خدامين، عنده قهوة اللي خدام فيها وخدام في المستخبرات. تعرف واحد القضيه مش حال هادي في النواحي ديال النرويج اللي فين ساكنة آية طبيعة الحال. ندير لكم النرويج باش تاخدوا فكرة على طبيعة الحال. هذه هي النرويج. في إحدى النواحي ديال النرويج اللي وقعت قضية اللي ضربت ضجة ديال واحد السارق اللي كان كيسرق بنادم وكان كيقتل الأطفال الصغار، وكانوا دائما كيبغيو يحلوا هذه القضية ولكن ما كيخليو حتى شي آثار. هذه هي الصدمة الكبرى. بينما آسر يصون عليه واحد التليفون غريب ويقول لي السلام عليكم لاباس شكون معايا؟ معك القائد ديال المستخبرات. نعم سيدي، غدا ان شاء الله خاصك تمشي للنرويج. علاش؟ كاين تماك واحد القضيه خاصك تحلها. ولكن ما ولكن جمع حوايج غدا خاصك تكون تما. واخا سيدي واخا. قطع التليفون وكان محسف كيفاش يقنع والدي بأنه خاصو يمشي، عنده شي حاجة تما خاصو يقضيها وماشي مدة قصيرة ولا مدة طويلة، راه ما عرفش امتى يرجع ويشوف والدي. المهم رجع للدار دوما الام ديالو ام العزيزه بغيت معاه. نعم ولدي العزيز، الام ديال اسير ما نسميوه حيتاش تخربقوا مع الاسماء طبيعه الحال. غدا ان شاء الله نمشي للنرويج. علاش ولدي؟ الخدمه صنعوا لي قال لي خاصني نمشي نشوف شي قضيه ما خاصني نحلها، ولكن ما عرفتش امتى غنرجع. ولكن ولدي خاصك تقول الاب ديالك. والله داك الوالد واش انا قدي قداش خاصني نمشي مع الوالد؟ صافي على خاطرك. وامتى غتقطع التيكي ما عرفتش،
إلا لقيت نظمت على كيفاش نقاد هاد الأمور غنمشي. واخا ولدي الله يسهل لك وحدي راسك، ما تخافيش الوالدة. المهم بطل ديالنا لقيت محوجو في الليل وفي الصباح قطعتي كيوم مشى، بينما آية اللي فاقت شوية بكري ولبسات نفس اللبسة اللي لبستها البارح باللون الأصفر، هي هادي كتشوفوها، ونفس الإكسسوارات ونفس كلشي، وهبطات جدو صاحبتي فطور ولا باقي؟ البطلة البطلة ديالتي الأميرة ديالتي الزوينة. أنا أميرة. انتي أميرة ديالتي. عجبتني نزوق في الفطور. كيعجبني شوكولا حتى الفريز، دليت لي شوكولا في التوست وحليب جدو. واخا الكتيكيته ديالي صافي قزي، بينما ولا كان كيصفر الفطور تسمع شي دقان قال بلاتي تسني واحد دقيقه بنتي. واخا جدو تيوحل الباب. شكون؟ سيدي بغينا نسولك، حنا كلاتنا لهاد المنطقه وبغينا نطلعوا للجبال، ولكن بغينا الماء الا كان ممكن. واخا. المهم قال لهم دخلوا طبيعة الحال. قالوا ما نقدرش نخليكم. قال لهم واش هو من المغرب؟ المغرب. ايوا زيدوا مرحبا بكم. المهم خدا القرعه مع مرها، قال لهم ناكل قرعه. وشوفوا عندي لكم فكره اشنا هي. انا راه كنصوف الفطور لبنتي، نصوف الفطور تفطروا معانا سيروا، راه ما بين هاد البلاصه والجبل راه خاصكم مسافه، وما خاصكمش نهار، خاصكم شي 3 ايام. واخا. بينما ديك العائله اللي دخلها السي علي اللي هو الجد ديال آية، كان واحد الدري مشاغب كتشوف في آية كيدليها، واحد شوفات غراب غير بقات تلعبط فيها بحال عمر ما شاف الزين، اللي سميتو محمد. وعندهم موباه اللي كانوا كيدو مع الجد ديال آية. اذا انت من هنا، انا من هنا من الرويج مزيان. بينما كانت آية كانت كتاكل معاهم، مشى داك الطفل وطلع عليها البيت ديالها وخربقوا ليه وخدا لها داك النونوس. ايوا حتى هي طلعت كملت ماكله، قالت لي شدو كملت الماكله. صافي بنتي طلعي وتلعبي في الالعاب ديالك. واخا شدو شكرا. المهم تا دوك العائلة الدري بقاو كيشوفوا كيطلعوا هبطوا فيها، تبارك الله راه يضربوا بالعين تبارك الله، خذوا ما شاء الله. المهم اللي طلعت لقات البيت ديالها اللي محلول، وقعت البيت كله مشقلب، وخدها لهاديك الدميديه تاشر على جدها. انت اش كدير؟ كندير والو كنلعب. طلق لي الدميه ديالي. لا يلا اسمعني اخويا. بقاو كيتناثروا. انت في واحد اللحظه ملي تحسبات شاف الدري العيون ديالها اللي فيهم النار، بقى يقول انت مسطيه وهي تشد وهي تقول طلق الدميه ديالي طلق عليها كتبكات على شويه كتقول له. وفي لحظه سقط الولد ومشى كيعرف الدروج يقول لهم بابا ماما يلا نمشيو. قال مال الدريه فيها عينيها عافيه. سمع لجد ديك الهضره، قال ما فيكم تخرجوا. واخا ومشاو. بينما طلع عند البنتو الحفيده ديالته، في ديك اللحظه ما بقاش داك العافيه اللي في عينيها، قالت قبل ما يشوفها ويطلع عندها باش واحد التفصيل ما قدرت لكم في القصه. ملي قشات الولد وهبط وقعت لي ديك الهضره وسد الباب الجد، هي ملي شافت في المرايه شافت في عينيها كاين العافيه، كتقول العافيه. في لحظات قليله اختفى ديك العافيه اللي في عينيها. بينما الجد ديالها اللي طلع والقلب بيتفال عليها، قال ايا بنتي اش واقع؟ عاودت لي داك الاول شو دار البيت، قلت لي عنده ميات ديالي ماشي يعطيها لي، واش ديتو قشيتو وشفت في المرايه لقيت العافيه في عينيا. جدو علاش انا ماشي بحال دوك البنات؟ علاش انا ما كنخرجش ما كنشوفوش ما كنلعبش معاهم؟ علاش انا ما كنبقاش في المدرسه؟ بقى مصدوم جد.
تعرف داك الشي خاصة ضروري خاصها تعرفو. قلت لي وفين معايا؟ قلت عمري ما شفتهم. لا شي حاجة كاينة مخبية جد وياه. قال لها بنتي تتكبري ان شاء الله ونقول اش كاين. لا انا ذكية وانا عارفة اش كاين، قول لي يا جدو. انت بنتي جلسي وانا نقول لك كل شيء صافي. كنتي ذكية، كنتي واعية، واخا عمرك باقي صغير. انا نسمع لها درت ومسح لها عوينات. قال لها ما تبكيش ما تبكيش الجميله ديالي. سمي انتي ماشي بنت عادية. كيفاش؟ سمي الام ديالك من الانس ولكن الاب ديالك من الجن. هادشي طرا من بعد نقدر نقولوا سنوات وسنوات قبل ما تولدي، قبل ما يتزوجوا، قبل ما تكوني انتي. و الاب ديالك دار واحد الخطا باش يمشي عند عائلته في الجن ويتشاور معاهم وما يتشاورش معاهم. وقالت لهم بغيت ديك البنت نتزوج بها حيت كانوا كيبغيو بعضياتهم بزاف وقرروا يهربوا. وملي تزوجوا ولدوك وانا اللي تكفلت بك بنتي. اذا انت جن وعلاش ما كنشوفكش في الملامح ديالك؟ خليني بنتي نكمل الهضره. وخاص ملي تزوجوا ولدوك وانا اللي تكفلت بك والاب ديالك والام ديالك طردوهم، ولكن ماشي في العالم ديالنا هنا اللي كاين هنا، في العالم الجن، في واحد العالم اللي ما تابع لا الجن الانس. دابا عمري ما نشوف والديا. لا بنتي ما تشوفيهم. بقات كتبكي وتبكي وتبكي. علاش ماشي مخلع؟ عمري ما شفت صويرتهم، عمري ما شفت ماما وبابا. قال لها بغيتي تشوفيهم؟ جد بغيت نشوفهم. المهم ملي سمع ديك الهضره قال لها يلا امي بنتي واخا جد انا غادا معاك. وهو يمشي لواحد الصندوق اللي عنده في البيت ديالو وجاب دوقه واحد التصوير وقال لها هاي ماما كا بابا. دابا هادو ماما بابا اول مره نشوفهم. حيتاش ماما ما كيشوفش ماما كيدوز يطبلوا معاهم. شكرا جدو. بعدا شفت وجوههم نقدر نتخيلهم ياك. ودابا انت ماشي جن. بنتي نقدر نشوفك على حقيقتك زعما كيفاش انت جن في الملامح ديالك الاصليين. لا حيت متأيد بل على شكل الانسان. انت جدو ظريف وانا ما نخافش منك. العالم كله نخاف منه، العالم كله نخاف منهم وانت ما نخافش منك ونكون انا مورا ظهرك تحميني يا جدو. نحميك بنتي. بينما في الجهة الثانية لأسير لجا النرويج وكان شعل فيه النيران ديال انتقام ديك القضية اللي طرات. بينما أسير تلبات جدا وكانت تلني جدو بغيت نمشي نجيب الشوكولا. قال لها مشي معايا ما نخليكش بوحدك. عافاك يا جدو عافاك. قال لها واخ ولكن ما تسمع الهضر عندك دابا شي واحد واخا جدو واخ. خدات الفلوس وخدات واحد البزين محمود مشات من الفيرما ديالها حيتاش ديك البلاصه اللي كتكون فيها على شكل بادية وخدات بقى خدات مسافة طويلة باش توصل جهة النرويج. فهمت قلت لكم خدات مسافة باش توصل لواحد المدينة. بينما هي اللي وصلت لجهة المحل ديال الشوكولات وخدات شوكولا. وقبل ما توصل لديك المحل وقعت واحد الكارثة حيتاش ملي كانت آية غادة ومشات في جهة واحد النفق كان تبع واحد الشاب. بقى تابعها أما اللي وقفها قال لها عطيني نمرتك الزين. ولكن ما قالش مجرد كلام، لمسها قاسها قلت لي حيدي الطق. ولكن ما قالش في اليد ديالها في بلاصه اخرى. جيبو تشوفوا واش وقع دارت لي آية. المهم ملي قاس لديك البلاصه بقات كتغوت وتعصبت شاف عينيها في العافية على يد لقاتو تبعات وتعرفتو في كيسكن
بقات شكون وهي حل شافها هي جيتي عندي جيت وكتشوف في واحد الشوفات راه خايبين بزاف حيتاش العوينات ديالها ما تفوت بداك النار باغا تقتلو باغا تفرسو النيت شتاتو بحال هكا وقجاتو وهو كيحاول يهرب منها ولكن والو كتقول شويه وحاول يهرب وداتو من لتحت وتاني ومتحكمه فيه هي القوه تحت منها كتقول ليها نقتلك كيفاش جربتي تقيسني تماك بينما هو اللي صون على البوليس واسير اللي كاين تماك في دقائق قليله تيقول واحد البنت هجمت عليا اش عافاكم تقولي المهم جا البوليس في دقائق قليله كيقولوا حلوا الباب فرقوا الباب لقاو البنت اللي شاده الولد اللي قام مشاه وقع جاب واحد القنجره ما كان على شويه كان يموت وي دفعوها بحال هكا حتى ديك العافيه اللي كانت ما بقاتش صافي مشات قالت لي هو اللي تحرج بيا واللي قرب مني المهم طاح الليل والجد ديال الآية اللي خاف عليها طبيعي الحال اش نقول لكم المهم خاف عليها بزاف وبزاف وبزاف بقى يقلب عليها وما لقاهاش بينما هي اللي في عند البوليس واسير اللي قال لها انتي اللي كنتي كتقتلي دوك الاطفال بكل وحشيه ماشي انا وهذا هو اللي كبيت عليا سولو بدا يخرج انا سولو